والله احنا متشكرين جدا بصراحة. التنسيق بتاعكم ما شاء الله، يعني انا كنت بكتب بس قلت لا خلينا اتكلم احسن من الكتابة. لا التنسيق بتاعكم ما شاء الله كإدارة وكحرص منكم على الحضور في المحاضرات في وقتها. لا ما شاء الله انتوا مهتمين. والمهندس حسام ما قصرش بصراحة، الراجل كان بيشرح وكان بيسأل على طول وبيدي فرصة للناس تتكلم والناس تقول آرائها. فبصراحة أنا بالنسبة لي استفدت استفادة ممتازة، وإن شاء الله نكمل معاكم إن شاء الله في فرصة جديدة بإذن الله. اتمنى بس يعني لو برضه توضحوا لنا إن ايه الكورسات المتوفره يعني مثلا ممكن يبقى يتم التعاون فيها وانا طبعا يعني بشكركم على التنظيم والترتيب اللي كان موجود. يعني اعتقد جروب الواتس ده برضه ليه دور فعال ان احنا نقدر نتعرف على ايه المتاح عندكم عشان نقدر ايه يعني مثلا لو يعني نتعاون معاكم في نقطة انه ايه اشوف ايه الفرص. اولا عايز اشكر المهندس حسام، بصراحه عمل مجهود يعني غير متوقع، يعني موجود فوق العاده، وكان صبور علينا وما قصر، يعني ما قصرش معانا في حاجه، كتر الف خيره. الصراحه مش مقصر معانا ابدا. يعني يكون يعني بالنسبه لي انا شخصيا يعني ريكومندد ان انا اقف مع المهندس حسام مره تانية في كورسات تانية يعني. لا انا شخصيا صراحه فخور فعلا بالتيم كله يعني. وفخور ان في ناس يعني سنهم صغير وانتر اكتف، ويعني حتى لو ما كانش بيعمل الايفورت كفايه يعني، بس بالنسبه له هو يعني ما كانش بيعمل ايفورت كفايه، بس كفايه ان هو عنده التالنت ديت ان هو يتعلم حاجه زي كده، ودي ان شاء الله هتفيدهم يعني ان شاء الله في المستقبل يعني. اتفق معاك بس جدا 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 يا باشمهندس. ومش مش عايز انسى ان انا احيي الاستاذه خلود، ما قصرتش معانا ابدا، كتر الف خيرها الصراحه. بس متشكر اتشرفنا قوي. بوجودك معانا والله. كتر خيرك يا اختي، كتر خيرك.